باب الارهابيين من هنا بصراحه. كده يا نجم. كده يا نجم. كل سنه وانتم طيبين. اولا انا انبسطت جدا لما عرفت ان انا عندي تكريم، كل تكريم بيبقى اكبر من الثاني. اوعى الشجره وراك. اتفضل يا استاذ. تفاصيل بقى الموضوع مش عارفها دلوقتي قوي، هلم بيها جوه. ايوه. دي جايزه الابداع خالد الصاوي على مجمل الاعمال. يا استاذ. على مجمل الاعمال؟ طبعا على العالم العربي كله؟ على العالم العربي كله. دي جامده. هو كلام الكلمتين دول اهم حاجه. الكتاب. مبروك على الكتاب، بقول لك مبروك الله على يبارك فيك. الكتاب. تمام. نعم. يعني خد الصورة دي بقى مع بعض. اتفضل اهو. ايوه كده عايز اتخيل. ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله. يلا اتفضل يا أستاذ. سلام. لا اديني رقم الواتساب. ها؟ لا خلاص خلاص. ايه ده؟ السبب بعد انا كبير. بتعملوا عمليه في مرتين. فبتعالجوا بقى تريح وتتمرن بصنع النبي والحاجات دي. ولازم تنزل وزن، اول ما انزل وزن هتنتهي المشكله دي. الحاجه الثالثه انا عندي حاجه موسميه، الحساسيه موسميه، كل داخل الخاص زوري مع مناخيري مع صدري يحصل احتقان وصول الروح. غير كده انا الحمد لله زي ده يوم مميز جدا جدا، يعني تطبيق كبير يعاد نشرهم ليا، وده بيديك احساس انك انت المرحله دي ما كانتش مرحله ميته ولا حاجه، يعني اهو الحمد لله. والحاجه الثانيه التكريم النهارده كل ساعات بنتحايل انه معنى التكريم تكريم عظيم بالمعنى ده اللي هو على مجمل الاعمال وعلى مستوى العالم العربي، فاكاد اقفز وضع شعر وظيفه له بالسعاده. لا الطرف في الدعايه مش في السينمات بس. شايف ان هو كان فيه ممكن يحقق اكتر كده كانت كان هيجيب الجمهور بتاعه، اصل كل فيلم بينادي جمهوره، بس هتعرف ازاي ان انت جمهوره؟ لازم الدعايه. مسلسل صدفه وفيلم اسد اسود مع محمد ابو الوزير.